10:37 دقيقة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقراتنا المتنوعة اللي كلها إفادة، ونتمنى أنها تنال إعجابكم. وكنشكروا كل المستمعات اللي تيبغيو يشاركوا معنا في الفقرة ديال شيوات لاله مولاتي ويعطيونا أهم الاقتراحات. كنوجه لهم تحية كبيرة، وأكيد على أنه رحنا كنسقلوا كل أرقامكم الهاتفية، وإن شاء الله في الأسابيع المقبلة بإذن الله غادي نسقوا معكم باش تشاركوا معنا وتفيدوا المستمعات. وتحية لكل المستمعات اللي تتواصلوا معنا عبر الاس ام اس للرقم 5080. غادي نمشيو مباشره عند ساميه شهامات من تيزنيت اللي غتشارك معنا اليوم باقتراحات جديده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ساميه لاباس عليك؟ الله يبارك فيك اختي. الحمد لله. الله يبارك فيك، مرحبا بتواصلك معنا. مرحبا ساميه. الله يبارك فيك اختي. اييه اختي نبداو على بركه الله. اييه تفضلي. اولا بعدا بغيت نبلغكم باللي الراديو راه تقطع عندنا هنا في تيزنيت. اييه رحنا على علم. اييه اختي صافي عطوني الناس وشحال من وحده قالتها لي باش نبلغكم. شكرا لك بزاف. وغي يعني دابا الفريق التقني الحمد لله راه كاين تما، وان شاء الله يكون خير باذن الله. اييه الله يبارك. تسمعونا عما قريب ان شاء الله. اييه نبداو بفطيله ديال الدجاج بالكراميل ان شاء الله. اييه بسطيله ديال الدجاج بالكراميل. الكراميل هي بلا بيض، هذه بحال البسطيله العاديانات ولكن عندها اضافات. حنا نتبعوا معك ساميه، تفضلي الطريق. اييه عندنا جوج دجاجات متوسطين ومقطعين. كنحيدوا لهم الجلده، صافي كندير لهم الملحه، معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، وثلاثه د الحبات ديال المسكه الحره مدقوقين، نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، معلقه كبيره ديال السمن يكون عادي ما يكونش حار، شويه ديال الزعفران شعره، ثلاثه ضريفات ديال الثومه، زوج معالق صغار ديال السكنجبير، وكاس صغير ديال الماء. هاد الشيء كلشي كنصرملو فيه الدجاج. اييه كنصرملوه كنخليوه يبات ليله كامله ولا على الاقل غير ساعتين. ملي كيرتاح كنفعلو عليه العافيه وكنخليوه على عافيه مهيله، وحنا كنقلبوا دوك الطريفات ديال الدجاج حتى كيشربوا داك العطريه وما كيبقاش داك الماء. المهم كيشربوا دوك. اييه هي كنزيدو كاس ديال الزيت والروميه ونبقاو نقلبوا حتى كيتقلى داك الدجاج من الجوين. المهم كنقلبوا دوك الطرف، حيت الدجاجه كنقطعوها على 4، كل وحده كنقطعوها على 4 ديال الطرف كبار. ملي كيتقلاو في داك الزيت كنزيدوا واحد الكاس ديال السنيده مخلط مع معلقه صغيره ديال القرفه، كنزيدوا فوق دوك الطرف ديال الدجاج. واخا هو اللي كيعطينا داك الكو ديال الكراميل. ديك السنيده كتعطينا داك الكو ديال الكراميل. وكنغطيو الطنجره وكنخليو ديك السنيده حتى كتذوب. اييه ملي كتذوب كنعريو على الطنجره وكنزيدو كاس كبير ديال الماء، وكنخليو الدجاج يطيب مزيان بحال الطريقه العاديه ديال الدجاج. اييه واخا. اييه ملي كيطيب كنحيدو داك الدجاج من المرقه، والمرقه اللي كتبقى لينا كنزيدو عليها كيلو ديال البصله مقطعه. هذيك المرقه كتبقى معلكه ياك بداك الكراميل. اييه كنزيدو عليها داك كيلو ديال البصله مسلطه، والبصله راه كتطلق مزال الماء ديالها وكنخليوها حتى كتعسل. اييه كتعسل مزيان وكتولي قهويه، وداك الدجاج كنفرتوه وكنزيدو على داك البصله ملي كتعسل ملي كتوقف. اييه هذه الطبقه الاولى ديال البصله. كندوزو للطبقه الثانيه فيها 200 غرام ديال البرقوق، داك الكحل كيكون مرطب في الماء يكون سخون، ما كنسلقوش غير كنرطبوه في الماء غليان. اييه وكنقطعوه كنحيدو ليه العظم ديالو كنقطعوه. كناخذوا 200 غرام ديال المشمش يابس حتى هو كنرطبوه في الماء حتى هو وكنقطعوه. عندنا قشور ديال الليمون معسلين اختياريين، اللي بغى يزيدهم اللي ما بغاش كيكتفي غير بالبرقوق والمشمش. اييه واخا. و200 غرام ديال القرقاع مقطع كنهرسوه غير بيدينا. يعني البرقوق والمشماش والقرقاع مهرمش، ولكن هنا القشور ديال الليمون معسلين. اييه و200 غرام ديال اللوز يكون مقلي ومهرمش. اللوز كذلك مقلي ومهرمش واخا. كنقلوه وكنهرمش. وعندنا النص ديال علبه ديال الحليب المرحل المركز اللي كيتباع على شكل كراميل. اييه كيكون واجد، وجوج معالق كبار ديال الزبده. هذه الطبقه الثانيه. كناخذوا الطريقه ديالنا، كناخذوا داك 200 غرام ديال البرقوق و200 غرام ديال المشمش وجوج معالق ديال الزبده، كنديروهم في مقله، كنحركوهم هكا كندوهم وكنجيبوهم حتى كيتعسلوا لينا مع دوك القشور ديال الليمون اللي بغاو يديرهم، اللي ما بغاش كيكتفي غير بالبرقوق والمشماش. اييه ملي كيتعسل داك المشماش والبرقوق
كنزيدو داك نص علبه ديال الكراميل و200 غرام ديال اللوز و200 غرام ديال الكركاع اللي كنحيدوه من فوق العافيه. حتى كنحيدو فوق العافيه كنزيدو اللوز والكركاع وكنحركو كنخلطو. مع داك الحليب مركز كراميل. كنخلطوه، هو اللي كيعلك لينا دوك الفواكه الجافه. كناخذ الورقه ديال البسطيله كنفرشها عاديه هكا بحال العماره ديال البسطيله. كنفرشها في الصينيه كندهنوها بشويه ديال الزيت ولا شويه ديال الزبده. كنديروا التفريته الاولى ديال البصله والدجاج. كنديروا فوق منها دوك الفواكه الجافه المعسلين اللي مخلطين مع الكراميل. وكنسدو البسطيله عادي، كنسدوها عاديه وكندخلوها الطيب، كندهنوها بشويه ديال الزبده وكندخلوها الطيب في الفران. كتبقى عندنا واحد نص علبه ديال الكراميل اللي بقات عندنا كنستعملو. ما كنديروهاش كامله. النص كنستعملو في كناخذ ديك نص علبه اللي بقات لينا كنديروها في واحد الكاسرونه مع نص كاس ديال العسل. كنسخنوهم حتى كيوليو بحال شي صوص هكا جاريه شويه. كندهنوا الوجه ديال البسطيله ملي كطيب، ملي كنخرجوها من الفران وكنديروها في الطبسيل ديال التقديم. كندهنوا الوجه والجناب بداك الكراميل اللي بقى لينا مع العسل، وكنرصوا داك اللوز افيلي. الله يعطيك الصحة. تبارك الله عليك. يعني مختلفة على البسطيلة ديال الدجاج العادية. والبسطيلة الأخرى كيكون فيها اللوز بزاف كثير، بحال دابا جوج دجاجات كنديروا كيلو ديال اللوز، هذه فيها كاع الفواكه المشماش والبرقوق والكركاع واللوز. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. المنظر مختلف.